ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفة يعني ايه ست رايقة؟ يعني الست اللي مهما كانت مخنوقة هي بتضحك، ومهما كان كل اللي حواليها بيشدها هي ثابتة برضو مكانها. الست دي اللي لما تخش اي مكان بتحس ان فيه هوا نضيف دخل، طاقة لطيفة وطمأنينة كده، ولا هي محتاجة تثبت نفسها ولا تروي دراع حد ولا بتتصنع. الست الرايقة دي بقى ما بتتولدش كده، بتتربى وبتنضج وبتتعلم، بتتكسر طبعا وبتقوم وبتنجرح زينا بالظبط، وبتتعلم تقول وتتعلم امتى برضه تقول لا، وبتعرف امتى تمشي وامتى تفضل واقفة وامتى تسكت وامتى فعلا تتكلم. في ستات كتير قلبها طيب وبتدي اكتر من طاقتها، وبيجي عليها وقت تحس انها اتكسرت من جوه وتقول انا ايه اللي خلاني اعمل كده في نفسي. فانا هنا مش علشان اقولك ازاي تبقي قوية، لا، انا هقولك ازاي تبقي رايقة. يعني ايه بقى؟ يعني قوية بس من غير ما تكوني بتصرخي، تكوني ست حكيمة كده من غير ما تقعدي بقى تتكلمي في فلسفة، تكوني واثقة في نفسك وبرضه مش قدام الناس تباني ان انتي مغرورة، سيدة كده في نفسك، فاهمة؟ هديكي 30 صفة، كل يوم لو طبقتي واحدة بس الناس هتنبهر بيكي وانتي مش هتبقي مصدقة نفسك. فلو جاهزة حضري المشروب بتاعك ويلا نبتدي. اول حاجة ان الست رايقة بيكون عندها حدود واضحة، ودي اهم حاجة. يعني بتفهم قيمة حدودها كويس، بتفهم ان اللي بيحبها بجد هيحترم مساحتها. يعني لو حد طلب منك حاجة وانتي مرهقة او تعبانة مش هتتكسفي انك تقولي انا معلش محتاجة وقت مثلا لنفسي، بعد شوية انا ممكن اقدر اساعدك، انا مش قادرة اساعدك دلوقتي. مش علشان بقى هي كده تبقى غبية وقاسية ومش عارف ايه، لا، لانها عارفة انها لو كسرت الحدود بتاعتها هي هتخسر سلامها لنفسها، فسلامها لنفسها ده عندها اغلى من اي حاجة. تاني حاجة ان هي ما تكونش بتجري ورا رضا الناس. يعني مفيش ست رايقة بتدور مين زعلان منها ومين راضي عنها، هي بتعمل كل اللي عليها، بتسيب بقى الباقي لضميرها. يعني عارفة ان اللي بيحبها مش هيستنى لها غلطة ويمسكها بقى، وتكون عارفة ان الناس اللي في حياتها اللي بيزعلوا منها من اقل حاجة دول اصلا مش هيجي من وراهم راحة. تالت حاجة ان هي ما تكونش بتاخد الكلام على صدرها. يعني لو حد اتكلمها بحدة ما بتنهارش بقى وتقعد تعيط وتقعد تقول لنفسها هو تعبان، يمكن هو مضغوط، يمكن خايف، انا ملزمة ان انا مش عارف ايه. لا، بتبص على الموقف بوعي كده مش بردة فعل على طول، وده اللي بيخليها دايما ماسكة نفسها. رابع حاجة بتكون بتفصل مشاعرها عن ردة الفعل. الست اللي بتتأثر بسرعة بتتعب بسرعة، لكن الست الرايقة لو حد ضايقها أو في موقف ضايقها بتاخد لحظة كده وتفكر، وممكن تستنى إنها بعدين ترد، لأنها عارفة إن الكلام وقت الغضب ده هيطلع منها غلط كتير جدا، وده مش هيكون أفضل حاجة. خامس حاجة تكون بتعرف قيمة نفسها. الست الرايقة مش محتاجة ان حد يقعد يمدح فيها كل شوية، مش محتاجة ان باستمرار حد يقنعها ان هي حلوة. هي فعلا بتكون شايفة نفسها حلوة، شايفة قيمتها كويس جدا، عارفة ان هي تستاهل احترام وحب وراحة، وما بتسمحش لحد ابدا انه يقلل منها حتى لو بكلمة بسيطة. الست الرايقة مش بتهتم بالمقارنات، مفيش مقارنة اصلا، كل ست بيكون ليها شكلها وروحها والقصة بتاعتها اساسا. فالست الرايقة عارفة ان كل اللي على السوشيال ميديا مثلا مش حقيقيين، بتكون عارفة ان اكتر ناس بيبانوا مثاليين هم اكتر ناس موجوعين من جوه، فبتعيش رحلتها زي ما هي وما بتبصش في رحلة حد. الست الرايقة دايما بتغذي عقلها وروحها، يعني بتكون بتحب تتعلم، بتحب تسمع حاجات جديدة تفيدها، تقرأ حتى لو صفحة واحدة، تتعلم مهارة جديدة، تعرف حاجة جديدة بتفتح لنفسها باب نور لكل يوم. الست الرايقة ما بتستعجلش، قراراتها بتاخد وقتها، مش بتقول بقى خلصنا بسرعة وخلينا نعدي الموضوع ومش عارف ايه، لا، بتفكر وبتستنى وبتستوعب وبعدين بتختار بقى اللي بيخلي حياتها هي أهدى. الست الرايقة بتحب الهدوء، بيكون صوتها هادي، خطواتها هادية، ردها هادي مش منفعلة، وجودها كله كده بيبقى هدوء. الناس اللي حواليها بيحس ان هم مع حاجة امان، مش مع ست منفعلة. الست الرايقة مش بتتعلق بحد، يعني طبعا بتحب وبتدي لكن مش بتعيش على حد. يعني عارفة ان ممكن اللي قدامها ده يمشي في اي وقت، لكن هي بتبقى عارفة ان لو كل الناس مشيت هتفضل زي ما هي واقفة لوحدها. الست الرايقة بتسند نفسها بنفسها، يعني لو اتكسرت ما تستناش ان حد بقى هو اللي يصلح فيها، هي بترجع لنفسها وتقوم وتكمل، حتى لو هي موجوعة بتفضل برضو واقفة وماسكة نفسها. الست الرايقة بتعرف تقول ان هي تعبانة، يعني ما بتجاملش، لو مش قادرة بتقول انا مش قادرة،
وبتدي لنفسها حق للراحة. الست الرايقة بتختار المعارك بتاعتها، يعني مش كل كلمة تبقى نقاش، ومش كل فعل يبقى مش عارف ايه، مش كل موقف يبقى خناقة. هي بتسأل نفسها هل الموضوع ده يستاهل؟ وفي 80% من الوقت هو لأ، مش هتعمل هي المناقشة دي أساسا. الست الرايقة بتسامح من غير ما تنسى حدودها، يعني هي سامحت بس مش هترجع تاني لنفس المعاملة. هي بتحافظ على نفسها وعلى حبها من غير ما هي كمان تتأذي. الست الرايقة بتعيش يومها، مش بتعمل سيناريوهات سودا ولا بتقعد تندم، لا هي بتعيش الواقع زي ما هو واللحظة بلحظتها. الست الرايقة بتفكر قبل ما تحكم، يعني مش بتتسرع، بتحب تفهم الصورة كاملة وبعدين تبدأ تاخد قرار وتقول رأيها. الست الرايقة بتحافظ على طاقتها، يعني بتبعد عن الناس السلبية والكلام اللي بيكسر والقعدة بتاعت الناس اللي بتخنق، لأن صحتها النفسية بتكون أهم من أي حاجة. الست الرايقة بتهتم بنفسها، دايما بتكون مهتمة بشكلها، بشكل مظهرها، بروحها كمان، بتعامل نفسها بحب جدا، ما بتجيش على نفسها في أي حاجة. الست الرايقة بتعرف تتكلم عن احتياجاتها، يعني مش بتكتم، مش بتتوقع ان حد يخمن هي مالها، بتقول انا محتاجة دعم، انا محتاجة هدوء، انا محتاجة مثلا مساحة لنفسي. مش بتقعد تقول انا هستنى اللي قدامي يحاول يشوف انا محتاجة ايه ويعملهولي، ولو ما عملوش ترجع بقى للنقطة اللي فاتت ان هي تقعد تتخيل سيناريوهات في دماغها. لا هي ما بتعملش كده. الست الرايقة بتسعى للسلام مش للكمال، يعني ان انت تبقي كاملة دي حاجة طبعا مرهقة جدا، لكن لو انت وصلتي للسلام ده كنز طبعا، وهي بتختار دايما الكنز ده. الست الرايقة بتحب قوي البساطة، مش بتقعد تعقد كل حاجة، كل حاجة عندها بسيطة، والبساطة دي هي الراحة كلها. الست الرايقة بتسمع أكتر ما بتتكلم، وده بقى بيكون سر هدوءها. هي بتفهم وبعد كده تقول برأيها بهدوء جدا، هدوء كده يخش قلبك. الست الرايقة مش بتقلل من نفسها، ما بتقولش أنا قليلة، هي بتكون شايفة نفسها كويس جدا، عارفة قد ايه ان هي كبيرة، بتقدر نفسها قوي. الست الرايقة بتعرف تحتفظ بالأسرار بتاعتها، يعني مش أي واحدة أروح أحكي لها وأروح أعرفها كل حاجة، وبتكون عارفة إن مش كل الناس أمان، ومش كل الكلام ينفع أصلا إن هو يتحكي. بيكون عندها مساحة خاصة محدش أبدا بيدخلها مهما كان هو مين. الست الرايقة ما بتصاحبش أي حد، يعني ما بتخشش لأي حد كده بالعافية، لو العلاقة دي بتتعبها بتبعد عنها، ولو العلاقة بتطمنها بتقرب بس برضه في هدوء جدا. الست الرايقة مش بتخاف من الوحدة، هي بتعرف تقعد مع نفسها وتنبسط وتسند نفسها بنفسها، وعارفة ايه اللي بيريحها وبتعمله. الست الرايقة هي اللي بتعرف تستمتع باللحظات الصغيرة، تعمل لنفسها كوباية قهوة، تقعد مع عيالها وهما بيضحكوا، ريحة البيت نفسه، الشمس مثلا اللي بتظهر لها كل يوم، تفاصيل صغيرة جدا بس هي اللي بتغير المزاج كله. الست الرايقة بتعرف تتحكم في صوتها، حتى لو بتزعق صوتها ده ما بيعلاش، دايما رزينة كده، عندها هيبة في الهدوء بتاعها يجيب لها حقها أقوى من أي صوت عالي. الست الرايقة بتسند كل الستات اللي حواليها، بتفرح لغيرها وبتسقف لهم وبتشجعهم، مش بتقعد بقى تحسدهم وتقارن. الست الرايقة بتعرف امتى تمشي وتسيب اللي بيأذيها، لما بتوصل لمرحلة معينة ما بتعيطش، ما بتتخانقش، بتاخد قرار هادي جدا وبعد كده بتنسحب، وده أقوى أنواع القوة. فلو وصلت معايا لحد هنا فأنا عايزة أقولك حاجة بجد، انتي مش ست عادية، انتي ست قررتي تسمعي فيديو طويل علشان تتغيري، قررتي تدوري على الراحة وعلى الروقان وعلى السلام، وده في حد ذاته قوة على فكرة مش سهلة. يعني احنا طول الفيديو اتكلمنا عن 30 صفة مثلا، 30 حاجة لو طبقتي منها حاجة واحدة بس انتي فعلا هتتغيري، مش علشان اللي انا بقوله ده حاجة كويسة وقوية جدا، لا علشان انتي جواكي قابلية انك فعلا تتغيري، يعني جواكي البذرة، جواكي ست رايقة فعلا، وان انتي النهاردة هتسقي البذرة دي. هقولك حاجة محدش قالها لك قبل كده، وهو انك مش محتاجة تبقي ست كاملة، انتي محتاجة تبقي ست واعية، تبقي فاهمة نفسك ومقدرة قيمتك ومتهنية كده بالقيمة بتاعتك، وما بتجريش ورا رضا الناس، مش محتاجة ان اي حد يثبتلك ان انتي تستاهلي، لانك انتي اصلا فعلا تستاهلي. خدي بالك ان الست الرايقة
مش هي الست اللي حياتها دايما مثالية، ولا اللي علاقتها كلها ناجحة وتمام جدا، لأ. ولا هي مثلا الشخصية اللي ما بتزعلش وما بتتخانقش. الست الرايقة هي اللي مهما الدنيا لعبت بيها هي بتعرف ترجع تاني لنفسها، بتعرف تهدى، بتعرف تهدي كمان قلبها، بتعرف تلم روحها تاني من الأرض وتقف وتقول إن هي كويسة وإن هي هتقدر تكمل تاني. والأهم من كل ده إن هي بتعرف تمشي تاني بخطوات صغيرة، بس خطوات صغيرة وثابتة. يعني بتغير عادة عندها، بتحط حدود، بتقول لأ أو تقول لحاجة، بتسمع قلبها دايما باستمرار، بتشوف دماغها عايزة توديها فين، وبتوزن بقى ما بين كل ده. فالنهاردة انتي أخدتي خطوة صغيرة بس صدقيني الخطوة الصغيرة دي هي اللي هتغير حياتك. مفيش حاجة بتبقى كاملة كده مرة واحدة، لكن كل مرة بترجعي تشغلي الفيديو ده وتطبقي صفة واحدة من اللي انت سمعتيهم وتراجعي حياتك تاني وتقولي ان انت تستحقي انك تكوني احسن. انت كده بتعملي لنفسك معروف كبير قوي. وعايزة اقولك حاجة تانية، محدش هيجي ينقذك، محدش هيجي يديك الراحة على طبق من فضة ويقولك اتفضلي. اكتر واحدة تقدر تديك السلام هي انتي، اكتر واحدة تقدر تشيل الوجع كله من جوه قلبك هو انتي برضو، واكتر واحدة تقدر تعيد ترتيب حياتك من اول وجديد هو انتي. وانتي فعليا تقدري تعملي كل ده. انا عارفة انك يمكن تكوني بتسمعي الفيديو ده وانتي مرهقة جدا، او عندك مسؤوليات كتير، او لسه مثلا خارجة من خناقة مع حد. لو تعبانة من اللي راح ومش عارفة تبدأي منين، انا عايزة اطمنك ان الهدوء ده مش بعيد عنك، والروقان برضو مش بعيد، السلام والنفسية الكويسة كل ده مش بعيد عنك. انتي بس محتاجة ترجعي لنفسك، تقولي لنفسك انك تستحقي تعيشي في احسن حال. واول ما هتقولي كده وهتقتنعي بكده من جواكي، هتلاقي حياتك دي لوحدها بتتلون. في حاجات هتلاقيها واحدة واحدة في حياتك بتتصلح وبتهدى وبتبقى احلى. فلو استفدتي ولو حسيتي ان الفيديو ده لمس قلبك، انا مبسوطة ان انتي هنا، ومبسوطة انك قررتي تكوني النسخة الرايقة من نفسك. وعايزاكي تفكري في جملة واحدة بس قبل ما تقفلي الفيديو، ان كل يوم عندك فرصة تبقي ست رايقة. اختاريها واختاري نفسك واختاري سلامك وهدوءك، واختاري انك تعيشي مش انك تكملي وخلاص. انا ماريا ودي قناتنا، وهنا المكان اللي هتلاقي فيه كلام يلم روحك ويتقلك من قلب. لو محتاجة دعم او موضوع معين اطلبيه مني لانك تستاهلي. اشوفك في الفيديو الجاي، ولغاية ما نتقابل خليكي رايقة وخليكي قوية وخليكي دايما انتي. ولو الفيديو ده عجبك ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفي كل الفيديوز الجديدة اللي هننزلها. واشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.